تحياتي لكل أصدقائنا على اليوتيوب ولايف جديد. معانا ايه في اللايف النهاردة؟ انقسام الدفاع عن فتوح. ده حوارنا في الجزء الأول. الجزء الثاني البعض ونظرية موحى المحايد، كلام مهم جدا في الجزئية دي. جزئنا الثالث جزء جوميز يعلنها إيجاريا الزملكاوي. وفي الجزء الرابع علاء كاذب وضربة الخطيب. وأخيرا في الجزء الخامس الكاف يرفض طعن نادي الزمالك على عقوبات نهائي الكونفدرالية. دي الحاجات اللي هتبقى معانا النهاردة. أرجو إنه الناس اللي معانا كده بقى، أنا لا شايف تعليقات ولا شايف أي حاجة، مش عارف في إيه. ثواني كده. طب أنا هعمل أنا تعليق كده أشوفه هيظهر ولا إيه. طب ما أنا التعليق بتاعي ظاهر أهو، أمال أنا مش شايف بقية التعليقات ليه؟ ماشي. هبدأ مع حضرتك بأصدقائنا اللي أنا وعدت إن أنا كل أصدقائنا على اليوتيوب أو الأعلى في عمل الكومنتات هقول أساميهم. أول اسم معانا أستاذة سلوى عزب، دايما من الناس اللي بتعمل كومنتات كتير على اليوتيوب. أستاذ علاء حفيظ برضو نفس النظام، برضو من الناس اللي دايما، أو أستاذ علاء حافظ بقى، دايما من الناس اللي بيعمل كومنتات كتير على اليوتيوب، صديقنا الأستاذ علاء حافظ. ذا جيولوجيست محمد درويش، ده زميل بقى، طالما جيولوجيا يبقى زميل يعني. برضو بيعمل لنا كومنتات كتير. واخيرا البوب بقى ساب الفيس وراح على اليوتيوب، يعني بيعمل لنا برضو كومنتات كتير. انا وعدت حضراتكم ان انا في كل حلقة هشكر الناس اللي بتعمل تعليقات كتير على اليوتيوب. هبدأ مع حضرتك بانقسام الدفاع عن فتوح. ناس كتير بعتالي وناس كتير زعلانة مني. انت ليه بتقول الحوار بتاع فتوح؟ حتى لو حصل كان المفروض تداري، وكان المفروض تخبي، وما كانش المفروض الكلام يوصل للجمهور والإعلان والكلام ده كله. شوفوا يا جماعة، أنا عندي نظرية ودي وجهة نظري، ووجهة النظر الأخرى تحترم. يعني وجهة النظر إن إحنا، ثواني، في مشكلة في التعليقات اهو. يعني وجهة النظر اللي انا بحترمها، يعني ان احنا نقفل على الفرقة، وان احنا ما ينفعش ان الكلام ده يتم تسريبه، وانه الكلام ده بيأثر على فرقة. انا معاكم في الكلام ده، ولكن انا عندي مدرسة تانية. انا من مدرسة يا جماعة، من الاخر كده، انه اي لاعب غير ملتزم ما ينفعش يبقى ليه مكان في الفرقة. شوفوا يا جماعة من الاخر، انا لو مسؤول او رئيس نادي في الزمالك، يعني لو رئيس نادي الزمالك او مسؤول عن شيء في نادي الزمالك، يعني اي لاعب عندي مش ملتزم ايا كان هو مين، ملوش مكان في الفرقة. يعني ايه مش ملتزم؟ مش عارف في ايه في الموبايل. ايا كان اسم اللاعب ده ايه، لانه هي في النهاية كلها شبه بعضها، كلها محصلة بعض. انت في النهاية المصري بيكسبك بعبد الرحيم دغموم، بميدو جابر، اسمه ايه بتاع المنتخب، محمد الشامي، اللي حسام عزل اللي احنا ممشيينه. فهي في النهاية كله شبه بعض. يعني احنا مش مثلا ما عندناش كريستيانو وميسي ونيمار، لا، هو كله في الاخر زي بعض. فاللي يفضل عندي في الفرقة اللاعب الملتزم.
اللاعب بقى بتاع السهرات، بتاع الحشيش، بتاع المخدرات، بتاع المية، بتاع الشرب، مش عارف فيه ايه. بتاع النسوان، كل دول ما يلزمونيش كنادي. حتى لو كان هو مين، حتى لو كان هو مين، في النهاية انا مش هستفاد منه بحاجة. من الاخر انا دي مدرستي، انا اللاعب عندي التزام. اما الفوارق الفنية فاحمد زي الحاج احمد، كلهم في النهاية زي بعض، كلها شبه بعضها. في النهاية اللي بيفرق اسم نادي الزمالك، تيشيرت نادي الزمالك، جماهيرية نادي الزمالك. ما انت عندك اهو نادي زي بيراميدز مثلا، ما عنده سكواد منتخب العالم، احسن لعيبة في مصر، الاساسي والاحتياطي واحتياط الاحتياطي، فرقة وسكواد جبار. بس في النهاية ايه؟ اما بيجي يلعبك في بطولة مهمة، ايه اللي بيحصل؟ اما جه لاعب النادي الاهلي في 2 سوبر قبل كده، او في نهائي كاس مصر وكاس، الاهلي كسب بايه؟ بالفانيلا والجمهور. اما جه يلعبك في السوبر المصري، انت كسبت بايه؟ بالفانيلا والجمهور. اما لعبك انت في نهائي كاس مصر، كسبت 3-0 بالفانيلا والجمهور. ففي النهاية الفروق الفنية ما بين اللعيبة في مصر مش مفيش جاب، كله زي بعضه. ممكن تقول مثلا 2 3 لعيبة اللي زيزو، ابراهيم عادل كده، انما الباقي كله والله كلها شبه بعضها، والله كلها شبه بعضها. يعني ايجولا زي حسين الشحات، زي زلاكا، زي مصطفى شلبي، زي كله زي بعضه، كله شبه بعضه، زي ميدو جابر، زي الشامي. انما اللي بيفرق لاعب عن لاعب، او في الفرق الكبيره، هو الالتزام. اي لاعب، انا لو رئيس نادي، اول قرار بالنسبه لي محمد صبحي، مصطفى الزناري، احمد فتوح خارج نادي الزمالك، روحوا الاهلي. اي لاعب مش مركز في اكل عيشه بره، لو كان مين. اما بقى قصه الطبطبه، وصل معلش، والحادثه، وهو عمل حادثه ليه؟ وعمل حادثه وهو ماشي على سرعه كام؟ وعمل حادثه ومسكوا معاه ايه؟ فايه طبطبه؟ احنا ما جبناش ورا غير الطبطبه دي. اصل انت تبقى عارف بس تخبي عشان مصلحة الزمالك، وعشان مصلحة المش عارف ايه، ما ودناش في داهية غير الكلمتين دول. اي لاعب مش ملتزم بره، ايا كان هو مين، يتعوض. وفي زيه كتير، وفي شبهه كتير. ايه فتوح يعني؟ ايه فتوح يعني؟ اما اللاعب يراعي اكل عيشه، يبقى احنا نراعيه. انما بقى اصل انت بتقول، واصل انت كده بتدمر في الفرقه، وانت اصل كده بتكسر في، لا، هو اللي بيدمر وهو اللي بيكسر في الفرقه. اما يسهر يبقى بيدمر في الفرقه، اما يحشش يبقى بيدمر في الفرقه، اما يقتل يبقى بيدمر في الفرقه، اما يمشي على سرعه فوق ال 200 يبقى بيدمر في نفسه وفي الفرقه، اما كل يوم سهران للساعه 2 و3 الفجر يبقى بيدمر في الفرقه. مش انا اللي بدمر في الفرقه، مش انا اللي بدمر، عشان بقول اي لاعب عوج مشيه، اي لاعب عوج مشيه. وفي النهايه كلها شبه بعضها يعني انت مش هتمشي ميسي يعني. الفرقه بقى لها سنه بتلعب من غيره يعني الفرقه بقى لها سنه بتلعب من غيره، ما خدنا السوبر الافريقي من غيره عادي يعني، خدنا الكونفدراليه من غيره، مش واقفه عليه يعني. فاللي مش ملتزم يمشي.
اي حد بقى ليه وجهة نظر تانية احترم كل وجهات النظر، بس ده وجهة نظر. وده مش دفاعا عن الكابتن خالد الغندور، ولا دفاعا عن هيتنجد في الجزء التاني اللي جاي ده. مش دفاعا عنه، مش بدافع عنه يعني، لانه احنا اتفقنا في وجهة نظر بتاعت فتوح ان اللي حصل يتقال. مفيش حاجة اسمها نزلة برد، مفيش حاجة اسمها نزلة برد. اللاعب بيتمرد زعلان انه ما خدش الفلوس وما نزلش التمرين عن قصد، ولا في برد ولا في بتاع. وانا بقولها لك اهو، ما عندوش لا برد ولا بتاع. اللي يزعل يزعل بقى. الجزء الثاني، البعض ونظرية موحى المحايد. اكتر ما يستفزني من بعض جماهير نادي الزمالك هي نظرية موحى المحايد. يقول لك ايه، ده الواد كهربا النهارده عامل ماتش مش عارف ايه وجايب هدفين وانت مالك؟ حد طلب رأيك؟ لو ما قلتش رأيك هتموت. انت كده محايد يعني؟ القطيع هيحبك يعني؟ كده حلو انت يعني؟ هيحبوك كده ويقولوا عليك محايد؟ مش هيحصل. وهيفضلوا يشتموا فيك ويقول لك ايه بقى، والله بس ما يعني، مع انه زملكاوي، الكلمه بقى اللي بتضايقني بقى، مع انه زملكاوي بس بيقول كلمه الحق، وكأن الزملكاوي ما بيقولوش غير الزور. يقول لك مع انه زملكاوي بس بيقول كلمه حق، يتبسط قوي بقى اللي كاتب بقى كده، ولا اللي قايل في فيديو، ولا اللي عامل ياه قمه الانشكاح بقى الاهلاويه بيشكروا فيه. لا يا حبيبي، انا مش محايد، انا مش موحى. ولو شايف حاجه حلوه هناك مش هقول عليه. انا بتكلم على الحلو اللي عندي بس. الحلو اللي عند غيري ده ما يلزمنيش، ما بشوفوش، بشوفه بعمل مش واخد بالي. ما تعمل زيه. حد بيشكر في اللي عندك؟ ما زيزو فشخ الدنيا اهو. حد بيقول زيزو حلو ولا؟ لا، اما يتسأل بس ايه رايك زيزو، او زيزو حلو، اما ياخدوا وجهة. انما انت تطلع وتتبرع وتكتب لي على صفحتك، ما تكتب للي يخص الزمان. انت محسوب علينا ليه؟ وهم ياخدوا بقى سكرينات. بص بقى، والله مع انه زملكاوي بس بيقول كلمة حق. وكذلك طبعا ده بعض الايه، الاعلاميين واللاعبين السابقين المحسوبين علينا والكباتن التاريخيين واللي كلكم عارفينهم يعني. ونتمنى الفوز للنادي الاهلي. وتتمنى ليه الفوز للنادي؟ ما تسكت. لا تتمنى الحلو ولا تتمنى، وانت لو سكت هيقولوا له ما تكلمش اهو، ما تسكت. لا، انا لازم ابقى محايد، انا موحى المحايد. وكذلك بعض اليوتيوبرز والجماعه بتوع الفيسبوك اللي يقعد يلاغي ويقعد يقل من الزمالك، يقعد يتريق على الزمالك بعد هزيمه، ويقعد يفشخ في الاهلي بعد والاهلي والمرشح للعالم مش عارف ايه ورقم ويشرف ما ويلعب في. ما تسكت. هو انت لو سكت هيقولوا اللي ما تكلمش؟ ما تسكت. ما تخليك في فرقتك، ما تخليك في الزمالك، ما تتكلم عن الزمالك، ما تشكر في اللي في الزمالك، ما تشكر في اللي في الزمالك، ما تطبل للي في الزمالك. هو هناك بيعمل كده، فانت عامل زيه. هتتبرع انت ليه بقى وتطلع تقول لي اصلي والاهلي وهو النادي الذي حصل على ايه؟ يا عم في ايه؟ ما تخليك في حالك. ما جبناش ورا غير القصة دي، الفشخ في الاهلي والشكر في الاهلي. انا طبعا لا شايف تعليقات ولا شايف اي حاجة، ولا عارف اصلا اللايف شغالة ولا مش شغالة. ما نبقى نخلص بقى. الجزء الثاني، جوميز يعلنها ايجاريا زملكاوي. انا قلت لحضرتك
انه جوزيه جوميز مصر على التعاقد مع ايجاريا. وقلت لحضرتك برضو ان ايجاريا مستحيل يتسجل قبل يناير. ادارة نادي الزمالك حاولت بشتى الطرق انها تحاول انها تسجل ايجاريا قبل يناير، وكل المحاولات باءت بالفشل. لان انا قلت لحضرتك برضو انه ايجاريا حتى لو اتسجل قبل يناير، يعني حتى لو انت مضيته وسجلته دلوقتي، مش هيلعب اصلا قبل يناير. وده الكلام يا جماعة اللي انا بقوله، وده الكلام اللي انا قلته مليون مرة. ما تاخد بعضك وتطلع، طالما المدير الفني شابط فيه وقامت على رأي حزلقوم، ما تطلع تجيب اللاعب وتمضيه وتقبضه وتجيبه وتنزل بيه مصر وينزل تمرين. ده لاعب بقاله سنتين قاعد في البيت، بقاله سنتين قاعد في البيت، فده عايز مش اقل من شهرين عشان يقول معاك. هم الشهرين ده بقوا شهر واحد، النهارده 27، بقوا شهر واحد. فانت هتطلع تجيبه تقعده تدخله في الفرقه، يتمرن واحده واحده، يتعمل له برنامج اعداد بدني. كل الكلام ده هياخد وقت. انما احنا بقى هنعمل ايه؟ انا بقول لك على السيناريو. هنروح طبعا القيد مش هيتفك، هنروح لحد ايه يوم 29 30 كده، يعني حاجه في الرينج ده 29 30. نبدا بقى ايه؟ الكابتن حسين يبدا يقوم من النوم. ايه يا ولاد عندنا ايه؟ معانا ايه النهارده؟ زي ما انا بقول كده، معانا ايه النهارده 29 30؟ معانا ايه؟ معانا قيد عايز يتفتح. طب نفتح القيد وحلني بقى، نروح ندور على ده ونجيب ده ونحنحن في ده ونقنع في ده، فما نعرفش نجيب حد. في الاخر ايه ده؟ فاكرين ده جوميز مصر؟ ولا ده احنا جبنا له ميسي وكريستيانو يختار ما بينهم. قال لا، لا عايز ميسي ولا عايز كريستيانو. عايز مين يا جوميز؟ عايز ايجاري. ما ده بقاله 6 شهور بيقول عايز ايجاري. فنروح يوم 29 30 كده 31 الساعة 12 ولا ربع، نمضي مين؟ عمنا ايجاريا. تعالى يا عم ايجاريا، امضي يا عم ايجاريا، خد لك بقى شهرين اعداد على شهر اعداد بدني. كنا دخلنا في شهر ايه؟ ادي 2 و3 و4 رايحين. كنا دخلنا في شهر 5 على ما يبدأ ياخد في الفرقة. كل موسم خلص، الدوري خلص ودوري الابطال خلص والمسابقات كلها خلص. تروح بقى يا عم ايجاريا، خلاص شكرا، جبرت كده، احنا عملنا المصلحة شكرا كده جبر. ده اللي إدارة نادي الزمالك اللي حسين لبيب ومجلس إدارته بيتعاملوا بيه. إنما إنه يبقوا زي الناس المحترمين وزي المجالس المحترمة اللي بيخططوا من بدري وبيروحوا يجيبوا إيجاريا امبارح، مش دلوقتي، امبارح. إيجاريا ده طالما الراجل مصر كده وشابط فيه وقامت تمام، كان المفروض يجي من امبارح، من شهر. أروح أجيبه، عرفت أيده والله خير وبركة، ما عرفتش أيده خلاص هيتعمل له إعداد. الواد مضى وقبض وخلص، يتعمل له إعداد بدني ويبدأ ياخد ويدي كده على ما ينزل الملعب. يكون شهر يناير جه أيده وينزل يلعب بس شكرا. إنما إحنا ليه؟ لا إحنا لازم نقعد بقى ونستنى بقى أما الفرخة تبيض. طب افرض ما بيضتش الفرخة، بعدين إحنا قاعدين وإحنا ورانا حاجة؟ هو في بطولات هتضيع ولا حاجة؟ هو إحنا الدوري بتاع السنة اللي فاتت ده ضاع إزاي؟ وإحنا قاعدين مستنين البيضة. ما هو الدوري راح واحنا قاعدين مستنين البيضة، قاعدين جنب اوسيريو كده، عاملين كده جنب اوسيريو من ساعة ما جينا. كابتن حسين لبيب جه يوم 20/10 اللي فات 2023، حط اوسيريو قدامه وقعد كده مستني. يمكن، مش يمكن اما اقعد اعمل كده النتائج تتحسن. فضل الكابتن حسين لبيب قاعد عامل كده لحد ما الدوري راح. وسيريو باض ما باضش، ندور بقى نشوف فرخه بقى ونشوف ديك تمام، ونخليهم يعملوا كده مع بعض تمام، ونستنى بقى ايه؟ يبيضوا، ونستنى يبيضوا. على ما شفنا الفرخه وشفنا الديك وجبنا معتمد جمال ضيع شهرين، وطلعنا وعملنا معسكر بلعيبه اصلا مش متأيده وملهاش اي 30 لازمه.
وما جبناش صفقات، يا ريتنا حتى عملنا معسكر بالصفقات الجديده، لا جبنا الصفقات يوم 29 و30 يناير كان الدوري راح. كان الدوري راح، ولولا سهوله المجموعه بتاعتنا في الكونفدراليه كانت هتروح مش كانت هتروح، ده احنا كنا هنطلع من ارتا سولار. ده احنا مغلوبين من ارتا سولار الجيبوتي 2-0 هناك، وجينا هنا مغلوبين الشوط الاول 1-0، لولا ان الرجاله لعيبه نادي الزمالك قال لك فكك من اوسيريو ده سباك، فكك منه، احنا هننزل نلعب كده بدماغنا. الشوط الثاني جبنا 4 اهداف كنا هنطلع اصلا. يعني انت لا كان هيبقى معاك كونفدراليه ولا سوبر افريقي ولا مش هيبقى معاك حاجه، لولا ستر ربنا، لولا ستر ربنا. بس احنا كنا قاعدين عاملين كده الاوسيريو يمكن يبيض، ده ديك هيبيض ازاي؟ مش هيبيض. فاحنا كذلك قاعدين مم. يلا هنجيب بن شرقي، هنجيب ميسي، هنجيب كريستيانو، هنجيب بركاوي، هنجيب بوبنزا، محدش بيجي خالص، بس احنا قاعدين كده مستنينه. يلا ايه ده؟ يوم 29 جه، يوم 30 يا وجع الميركاتو. ايه ملحقناش؟ طب ايه هنعمله ايه يا رجال؟ هات بقى شوف لنا اي حد بقى، مش لاك عمر فرج، محمد زياد، شوف لنا حد عند انبي كده، رن كده على يا كابتن احمد ما ترن لنا كده على ايمن الشريعي، يمكن يكون مخبي لنا جوهره كده ولا كده، يعمل لنا بندين 3 ولا بتاع، يخلص على الفلوس اللي معانا. ده اللي بيحصل كل ميركاتو، قاعدين مستنيين الديك يبيض. ما بطش الديك، مش هيبيض الديك عمره ما هيبيض، احنا اللي بنبيض الجمهور. فانت فاكر انهم هيخلصوا في ايجاريا دلوقتي؟ والله ما هيخلصوا، هيفضل يلف حوالين نفسه. ايجاريا ده اصلا عايز له شهرين، ايجاريا ده كان المفروض جه من شهر عشان يتجهز بدنيا ونفسيا ويدخل في الفرقه فايجاريا ده هيجي وبيقول لك هيمضوه 6 شهور، هيلعب في نهايه مش هيلعب بقى، هيبدا يجي بقى مع نهايه يناير كده، هيبقى قعد وفخد وكل مكرونات وبتاع في البيت، على ما بتدخله بقى اعداد وتدخله في الفرقه وكده يكون الموسم خلاص. يلا مبروك عليك ايجاريا، وحش بقى رجعه، طلع وحش، طلع ديك. ف ده مجلس اداره الزمالك، وده اللي بيحصل كل مره، قاعدين مستنيين الديك يبيض. طب باض الديك؟ ما باضش ولا هيبيض. الجزء الرابع، علاء كاذب وضربة الخطيب. طبعا شفنا كلنا، يعني اللي متابع السياسة شاف البعض من اللي تم العفو عنهم، يعني او حذف اساميهم او رفع اساميهم من قائمة الارهاب، يعني او الممنوعين من دخول مصر. شفنا اسامي كتير، يعني كان عليهم خلافات كتيرة يعني، بس ما شفناش اسم الدكتور علاء. فالدكتور علاء زعلان، قال لك ظهرت بقى نوايا الدكتور علاء. الدكتور علاء اعترف هو بيعمل كل اللي بيعمله ده ليه. صعبان عليا الدكتور علاء، وانا مش عارف هو عايز يرجع ليه يعني. يا دكتور ما انت هناك قاعد في الزقططة، احنا عندنا زقططة هنا برضو، بس ايه، مش زي زقططة هناك. هناك انت طبعا عشان عجلة، الركيبة هناك كتير، ركبت العجل هناك كتير، فبتلاقي انت الزقططة دي هناك. هنا صعبة شوية يعني لسه في ناس عندها دين وبتاع، صعب تلاقي الزقططة دي يا دكتور علاء هنا. فانا مش عارف عايز ترجع ليه الحقيقة يعني، ما تخليك في زقططتك هناك، هتتعب هنا يا علاء، هتتعب هنا. الموضوع هنا صعب شوية غير هناك، هناك عيني عينك وبتاع وقدام اي حد، انما هنا الموضوع مقنن برضه يا علاء. قال لك انا دافعت عن الاهلي كتير وكنت واخد وعد من ادارة الاهلي بالوقوف بجانبي لاسترحام السيسي بالرجوع للوطن، دلوقتي بكلمهم محدش بيرد عليا. شوبير المنافق وراء القصة. يا وجع شوبير. معلش يا دكتور هارد لك، بس خلي بالك والله، يعني انا يعني وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني انت
معلش ما رجعتش مصر، صحيح هتفضل هارب، صحيح. بس بص النص الكوبايه المليان، الزقططه، ان انت راجل برضه هتتزقطط، تمام، بره هتلاقي اللي زقططك برضه. المسائل دي في مصر هتبقى انا عارف انت طبعا مش هتغلب، وهتتزقطط في اي حته يعني، وهو تتزقطط من بلدك احسن ما تتكشف على الغريب يعني. يعني الزقططه من ابن بلدك برضه، انا فاهم يعني القصه دي، فاهم وجهه نظر، خلي بالك هو عنده وجهه نظر يعني، انه هناك بيبقى غريب برضه ايا كان، برضه ما ينفعش يتكشف على غريب يعني. فالزقططه هنا من ولاد البلد بتبقى حلوه يعني. معلش بقى يا دكتور يعني، حاول تستحمل انت وابو تريكه. يعني قصه الزقططه دي يعني هي ميزه، هي ميزه بالنسبه لك حلو، سبب يعني تفضل عليه. ده انا اعرف ناس بيسافروا مخصوص بره عشان الزقططه دي. فبرضه ان انت تتزقطط بره دي حاجه كويسه برضه يا علاء، ما تزعلش. عرفت بقى هو الدنيا ماشيه ازاي في الاهلي؟ عرفتوا ان علاء ليه دور في الاهلي؟ عرفتوا ان علاء زعلان من الخطيب، قال لك انا دافعت عن الاهلي كتير، وكنت واخد وعد من اداره الاهلي بالوقوف بجانبي، نظرا للدور العظيم طبعا اللي علاء بينفذه في حشو دماغة القطيع. فإدارة الأهلي مقدرة، بس جم في اللحظة الأخيرة يعني سابوه. يلا يا دكتور عشان تزقطط براحتك، حد يلاقي زقططة وما يتزقططش يا راجل. أخيرا بقى، وما أعرفش هجاوب على أسئلة حضراتكم إزاي، أنا مش شايف حاجة أصلا أنا الدنيا ضلمة عندي، مش شايف تعليقات. الكاف يرفض طعن الزمالك. الزمالك رايح عامل طعن، مش عارف يعني تعمل طعن. انت النهارده احداث الكونفدراليه الافريقيه عليك 200 الف دولار غرامه، وايقاف اربع مباريات بدون جمهور مع ايقاف اتنين، يعني عندك ماتشين بدون جمهور. احنا لعبنا مباراه اللي هي مباراه الدور التمهيدي بدون جمهور، وهنلعب خلاص بكره، فاحنا خلصنا العقوبه. يعني انت جاي بعد العقوبه وبتطعن، او مش بعد العقوبه، هم طعنين من 4 5 ايام. هو مبدئيا الكاف رفض، هو اساسا الكاف رفض وقال لك هنعمل حاجه اسمها استئناف، استئناف على الحكم. يا اسطى انت نفذت، اتحبست خلاص، انت اتحرمت من جماهيرك في الدور التمهيدي، وبكره المباراه بدون جمهور، عملا ب عقوبه الكاف. فخلاص فاضل ايه ال 200 الف دولار، الا لو هم باصين بقى لل 200 الف دولار. قال لك في استئناف. طب وعقوبات السوبر الافريقي؟ هو انت لسه فاكر ده احنا واخدين الكونفدراليه من امتى؟ من 6 شهور. واحنا واخدين الكونفدراليه امتى؟ في شهر 5 او 6 تقريبا، مش فاكر امتى، بس تقريبا 5، نهاية 5. فانت بتتكلم احنا في 11، 6 شهور. هو انت لسه جاي تستأنف دلوقتي؟ طب القرار طالع من زمان برضو، القرارات بتاعت الكاف دي طالعه من فترة، انتوا لسه صاحيين دلوقتي؟ ده انا نفذت العقوبة خلاص، ده انا لعبت مباراة الدور التمهيدي بدون جمهور، والاداء ما كانش احسن حاجة يعني، وهلعب بكرة بدون جمهور وربنا يستر. الماتشات اللي بدون جمهور دي انا بقلق منها، لانه لعيبة الزمالك اصلا احنا عندنا نوعية لعيبة ما بيتحركش غير في وجود الجمهور. فانت ربنا يسترها بكره. انا قلقان والله من ماتش بكره، مع ان الفرقه فرقه عشوائيه يعني زي الفرقه اللي لعبت الاهلي النهارده، ولكن انت في عدم وجود الجمهور الفرقه بتاعت الدور التمهيدي كانت عشوائيه عنه، ومع ذلك ما كانش فيه اداء بجنيه. ليه؟ مفيش جماهير، مفيش حد واقف على دماغ اللعيبه عشان يشتغلوا شويه وعشان يلعبوا. طب بالنسبه للسوبر الافريقي ايه النظام؟ هل في احتجاج او استئناف او طعن على العقوبات المجحفة اللي حصلت فيه، ولا سكتنا، ولا هنطعن بعد سنة ان شاء الله زي ما عملنا كده بعد 6 شهور؟ سمك لبن تمر هندي، سمك لبن تمر هندي.
الزمالك طبعا كان قد قدم طعن على القرارات التي وقعت عليه بتغريمه ما يقرب 200 ألف دولار ومنع حضور الجماهير لمدة 4 مباريات منها مباراتين مع إيقاف التنفيذ، ولكن الكاف رفض التنفيذ. فقرر نادي الزمالك بعد رفض الطعن يعني، فقرر نادي الزمالك تقديم استئناف على قرار العقوبات التي وقعت على النادي في نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي. فالزمالك قدم طعن على القرارات. تصريحات بقى جوميز عن إيجاري. أنا بس في نقطة نسيت أتكلم فيها. الأخ بتاع أحد، نادي أحد السعودي، أنا رديت طبعا عليه امبارح، يعني استنيت حد من مجلس الإدارة ما حدش رد، ولكن يحسب ليه جوميز إنه الحقيقة رد، يعني حاجة ما جاتش من مجلس الإدارة. جوميز قال: أقول لرئيس نادي أحد السعودي عليك التركيز مع ناديك فقط وعدم الحديث عن لاعبي الزمالك، وأن تركز في مشاكل ناديك فقط. كلام ما طلعش من مجلس الإدارة. مجلس الإدارة كان المفروض طلع حد المتحدث الرسمي قال له: يا عم تقعد على جنب، أنت مالك أنت؟ هو أنت مدينا اللعبة وهتقول لنا بيلعب إزاي؟ أنت بعته وخلاص وانتهينا. هتيجي تشغلهولي؟ أنا هشغله مالكش دعوة. واصل ده بيلعب مش عارف ايه، واصل الناس اللي بتقول عليه ايه وما تقولش عليه ايه. يا ايه ده؟ ده ايه الفراغ اللي انتوا فيه ده؟ ما تركز. هو انت ما عندكش نادي؟ ما عندكش مشاكل في ناديك فباصص لنا احنا يعني؟ فانا بحيي الحقيقه جوميز، حاجه ما حصلتش من مجلس الاداره. اتكلم طبعا جوميز كمان عن آه إيجاريا. قال: هو لاعب كبير وارغب في ضمه منذ فتره، واتمنى ان يكون معنا في يناير، واتوقع ان يحب الجمهور اذا لعب مباريات مع الفريق. حين لا تسير الامور بشكل جيد نسال عن اللاعبين الغائبين امثال عمر فرج وسيف الجزيري. انا لست راضيا عن الاداء مؤخرا، ولكن اعد بلعب المباراه المقبله بالطبع الهجومي المميز. فالامر لا يتوقف على هويه المهاجم، وهالاند قد يهدر فرصا في المباريات، والمشكله اكبر من الاسماء ولكنها تتعلق بصناعه فرص للتسجيل. المميز الهجومي. الامر لا يتوقف عن هويه المهاجم، والزمالك كفريق كبير ينبغي أن يصنع المزيد من الفرص في المباريات. علاقتي رائعة مع إدارة النادي، وأرتبط بعقد ممتد مع الزمالك لنهاية الموسم، ولدينا وقت للحديث عن الأمور أخرى، وقد ترى الإدارة الوقت مناسب. دي تصريحات جوميز. أنا بشكره على تصريحه على الراجل رئيس نادي أحد، وأتمنى أن الأخ بقى محمد الجهني ده ولا اسمه إيه يبطل كلام شوية، ويبطل تصريحات شوية، ويبطل كلام عم مشلاك شوية، ويخليه في نفسه ويخليه في فرقته، ملوش دعوه بيه. بس عاد دايما بوجودي مع حضراتكم. اسف ان انا ما قدرتش اقرا اي تعليقات، مفيش عندي تعليقات باينه خالص على الفيس. طبعا على اليوتيوب التعليقات كلها بتبان، وبشكر الناس اللي بتعمل تعليقات على اليوتيوب. بسعد دايما بوجودي مع حضراتكم. تصبحوا على خير.